أكبر حاجة أنا ممكن أعلمها لبناتي، ودي الطريقة اللي ينفع تعلموها لأولادكم. يعني ما ينفعش واحدة تانية تشوف الأولاد بيتخانقوا تقول لهم طب هاتوا بقى ال3 شوكليت اللي انتوا اشتريتوهم وما حدش فيكم واخد، انتوا وحشين، انتوا مش كويسين، انتوا بخلة، انتوا. ما ينفعش، ما حدش بيتعلم بالطريقة دي. ولا لما ينفع ننقد نقول لحد انت وحش، انت بخيل، انت فاشل، انت مش شاطر. لا، انا انقد التصرف. يعني يا حبيبتي انت جميلة جدا لكن التصرف ده وحش منك. انت كريمة انا عارفة لكن التصرف ده وحش. وما يليقش ان احنا نبقى بخلة، وان الايثار ده حاجة جميلة. ويبتدوا بقى في مناقشة، طب يعني ايه الايثار يا مامي؟ الايثار يعني انت تفضلي اللي قدامك عليكي، ده اسمه ايثار. وابتدي ادخل في الحديث الصدقة. لما اجي انقد حاجة او اعلم حاجة لطفلي، اجمل حاجة ممكن تثبت مش الكلام والنصيحة، القصة. اختاروا قصص تتناسب مع عقول اطفالكم، اختاروا قصص تتناسب مع الموقف، عمرهم ما هينسوها من يومها. وهم دايما لما يعملوا حاجة يقولوا ل10 أمثال. حتى لو طلبت من واحدة انها تساعدني في البيت، يا رب انا ساعدت ماما، ال10 أمثال يا رب. يا رب اختي قالت لي قوم اجيب كذا، ال10 أمثال يا رب. وقتها ببقى فرحانة جدا ان انا عرفت اعلم بنوتي حاجة. وهبقى مبسوطة جدا لو حد من الفيديو ده اتعلم وصمم وهو بيطلع صدقة يقول ال10 أمثال يا رب. وحقيقي دي مجربة، مش بس معايا، كل حد علمته ده كان بيكلمني يقول لي حصل كذا كذا كذا. ربنا سبحانه وتعالى التجارة معاه كسبانة، وانت كمان تجارتك في تربية أولادك تجارة رابحة جدا. يعني الحاجة اللي هتعلميها لهم، عفوا، الحاجة اللي هتعلميها لهم هتبقى صدقة ليكي انتي، هم هيعلموها لأجيالهم بعد كده. والقصة اللي بتحكيها عمرها ما هتتنسى. علموهم ان الصدقة مش بس فلوس، ده تبسمك في وجه أخيك صدقة. ده انتي لما تشيلي إماطة الأذى من الطريق صدقة. لو انتي شيلتي قشرة موزة كانت ممكن تزحلق اللي جاي وراكي، صدقة. ان انتي تقولي لماما حاضر ونعم، صدقة. صدقة بر، انا قصدي ابر امي. ان انتي تقولي لاختك ولا اخوكي لما يروح يعمل حاجة شكرا، كلمة الشكر نفسها صدقة. ان انتي تدخلي الفرحة على قلب مسلم، صدقة. ان انتي تطبطبي على حد بيعيط، تصدقي بتصرفاتك الحلوة، تصدقي بضحكتك، تصدقي بكل حاجة. والقصة دي تنفع الكبار والصغار. ما تنسوش ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني حتى ذنوبك الصدقة هتطفيها. طبعا نبعد عن اي ظلم للبشر، لان الظلم مفيش حاجة بتطفيه. دمتم بخير.